اروح لدكتور صفاء ونتكلم على جزئيه مهمه جدا، فكره التراكمات النفسيه نتيجه ان انا حاسس ان انا غير مقدر من اقرب الناس ليا اللي طول الوقت بيغلط في حقي ولا بيعتذر ولا بيقول انا اسف. ده ممكن يا دكتور صفاء يعمل ايه في نفسيتنا؟ يعمل احساس بالاحباط في الاول، ان انا ما باخدش حقي كل مره، وبعدين بعضهم كمان ثقته في نفسه بتبتدي تقل، لان التاني مش مجرد ما بيعتذرش، هو كمان ما بيعتذرش، فبيوصلني انه ما بيعتذرش علشان انا لا استحق هذا الاعتذار. فتبتدي ثقته في نفسه تقل شويه، وبعدين يتطور الامر شويه، كمان ممكن يدخل في اكتئاب ويدخل في اضطرابات نفسيه. هو الناس ما بتشوفش ان ده ممكن يحصل. ايه يعني ما اعتذرتش؟ ايه يعني لما ضغطتها شويتين وعادي؟ ما الناس كلها عايشه، ما الناس كلها بتعدي. ولكن الحقيقه مش كلنا زي بعض، والمرونه النفسيه مش كلنا زي بعض فيها. ففكره ان حد بيقبل ان طول الوقت الشريك بتاع حياته مثلا يغلط فيه وما يعتذرش، ممكن تبقى هي عندها سبورتيف سيستم او نظام داعم خارجي بيدعمها، اسرتها، والدها، عيلتها، نجاحها في شغلها، فبالتالي مش فارق معاها اصلا رايه. بالظبط. فالناس بقى اللي ما عندهاش، هي دي اكتر ناس عرضه للاضطرابات النفسيه، انها ممكن تدخل في اكتئاب. ممكن بعضهم لو عندها جينات الخصام ممكن نلاقي ابتدى يبقى فيه افكار ضلالات من ناحيته، انه عايز يأذيني، انه مستقصدني، انه بيضطهدني، ويبتدي تكون ضلالات. كل ده يا دكتور عشان ما اعتذرش؟ مش مره، احنا عايشين طبعا احنا بنتكلم على استمراريه يعني. ما هو الشخص اللي ما بيعتذرش، هو مش ما بيعتذرش عشان حاجه صغيره، هو طول الوقت ده النظام بتاعه، يعني ده الاتيتيود بتاعه. هو ما بيعتذرش وبيقلب الترابيزه وبيضغط الاخر وبيطلب طلبات، يعني ان هو دي حقوق ليه من غير ما، يعني هي الشخصيه على بعضها. هو مش مجرد سمه واحده احنا ماسكينها وبنقول انه مش هيعتذر لما يدلق مثلا الشاي ولا حاجه، ولكن هو طول الوقت بيعمل تصرفات مزعجه للاخر وما بيعتذرش عنها، وبيضغط الاخر بيها طول الوقت، وبيحسس الاخر دايما ان انت مقصر، انت ما عملتش كذا، انا مش هعتذر عشان انت اللي جايب من الاول، ويجيب له القصه من اولها ان انت اللي عملت كذا، ويبتدي يحكي حوارات، فالموضوع يتحول في الاخر لاني ما باخدش معاه زي ما بنقول كده لا حق ولا باطل. فبيحصل الاحباط ويحصل بقى التبعات النفسيه اللي احنا بنشوفها. بس فعلا ممكن نوصل لامراض نفسيه صعبه زي الحاجه ذكرتيها؟ لو في جينات مع الضغط النفسي الشديد المستمر، طبعا ممكن يحصل. طب هل الشخصيه المؤذيه دي بتبان من البدايه؟ مش دايما للاسف. طب لو انا اكتشفته ممكن اخد قرار لا ما يناسبنيش؟ طبعا ده الاساس. لازم. ان احنا بنشوف المشكله في الخطوبه بيبان حاجات طبعا. يعني هو ممكن يتجمل قوي، ولكن هيبقى فيه برضه فلاتات، لان دي طريقته. فهتلاقي انه ما بيعتذرش معظم الوقت، انه بيبتدي يتحكم في اوقات كتير، انه دايما عنده بيقلب الترابيزه، وده النظام بتاعه. ولكن احنا في الخطوبه بيبقى في حته ان انا بحبه يا بابا زي ما بنقول كده، وعايزه تتجوز. مرايه الحب عمياء. بالظبط. فبتبقى ريد فلاجز او اشارات التحذير واضحه جدا، ولكن هي مش شايفه. اصحابها بيقولوا لها يا بنتي ده بيعمل كذا، لا هم غيرانين مني، مش عارفه مين بيقول كذا، هو يقول لها لا بيقولوا كده علشان هم انت احلى واحده فيهم، عشان هم عايزينك يعني ما تتجوزيش. بالظبط. فابتدي يبعد المسافه بينها وبين الاخرين، وياخدها في صفه لوحده بس. فمرايه الحب تبقى عاميه اكتر. بعد بقى ما تتجوز والحب يهدى والدوبامين يهدى والدنيا تهدى ويبقى احنا مع بعض كل يوم، تبقى العيشه صعبه، لان ده حاجه بنضغط لها كل يوم. هي كانت في الاول بنتخانق خناقه ما بيغلطش نفسه، بنقطع بعض يومين ولا حاجه ونرجع نتكلم وخلاص، واهلها حواليها بقيه الوقت وبيدعموها، هي عايشه معاهم. ولكن لما بتتجوزوا هو ده بقى اللي موجود كل يوم الصبح وبالليل. فيبقى الاداء سيء جدا ومزعج للغايه. في نموذج يا دكتور صفاء فعلا اللي بيخلي الشخص مقطوع من كل اللي حواليه تماما، وبيكون هو محور حياته، وبيمارس عليه اقصى انواع العذاب والضغط النفسي والاهانه احيانا والضرب، ممكن ده يكون حاصل. الشخصيه دي ايه؟ حضرتك برضه يمكن نوهتي عنها بشكل سريع. يعني شخصيات نرجسيه، هو قطعها خلاص وبقى متحكم ومسيطر عليها معظم الوقت. وساعات بيبقى معاه الشخصيه اللي معاه شخصيه اعتماديه، يعني الست نفسها اعتماديه، فهي بتبقى مش قادره تبعد لان هي اعتماديه، هي عايزه حد يتحكم في حياتها، محتاجه ده. في حد يحب كده؟ ما احنا مش بنتكلم على حد سوي، احنا معانا حد عنده اضطرابات شخصيه. انا بتكلم على مثلا وخد واحده كمان عندها اضطرابات شخصيه اصلا، بس ركبوا على بعض، ركبوا صح. فبقى هي محتاجه حد يتحكم ويسيطر. بتنزعج اوقات وبتتضايق، ولكن في العادي ما تقدرش تبعد عنه. يعني كده الاثنين توكسيك، بس توكسيك راكبين على بعض، فاحنا مالناش دعوه طول ما هم يعني حياتهم تستمر عادي. يعني تستمر طبعا، ما هي موافقه، هي ما عندهاش مشكله، هي موافقه. وفي بعضهم ما عندوش قدره ماديه ولا اجتماعيه انه ينفصل، فمضطر ما يقدرش يعمل ده وينفصل، فبيكمل. بس الحياه دي تبقى صعبه قوي. ولادهم هيبقى شكلهم ازاي؟ هيبقى عندهم اضطرابات نفسيه. بس الحياه دي صعبه لمين؟ ما احنا معانا شخصيتين. هو النرجسي مش طول الوقت وحش، هو في اوقات كتير كويس.
هو احنا بنبص على في المشاكل بيعمل ايه، لكن بقيه المشاكل بره المشاكل هو بيتعامل كويس، شكله حلو قدام الناس، بيديها برستيجها يعني، او بيبقى ليهم شكل كويس قدام الناس، بتبقى غالبا هو حد ناجح في المجتمع فبتتفاخر ان انا مرات فلان. وفي مكاسب تانية ماديه بتحصل يعني في حاجات ريسك بينفيت زي ما بنقول كده، مخاطر قدام مكاسب. العلاقات ما بتبقاش ابيض واسود، علشان بعضنا بيشوف ازاي حاجه دي لا احنا نسيب على طول، لا احنا ما بنسيبش، احنا بنعد مكاسبنا قدام مخاسرنا، وانا اقدر استحمل ايه وما اقدرش استحمل ايه، واحنا بنختلف في قدراتنا على الاحتمال من واحد للتاني، ووجهه نظرنا عن نفسنا وقبولنا الحاجات وظروفنا الخارجيه وعائلاتنا موجوده ولا لا، وظروفنا الماديه كلنا مختلفين. فالبوستات بقى بتاعت الفيسا اتطلق ولا لا، والناس تطلقي ولا ما تطلقيش، ده مش منطقي. بالظبط. فكل واحد يختلف عن الاخر، وكل واحد يشوف ايه اللي يناسبه والمكاسب والخسائر، وبعدين يقرر يهرب زي ما حضرتك كده تفضلت في الاول ولا يكمل. طيب شيخ